في عربيات تشوفها تقول العربيه دي جميله، في عربيات تشوفها تقول العربيه دي تحفه، لاكجري، بيرفورمانس، بيبان عليهم. بس في عربيات فكره انك تعمل لها ريفيو، فالفكره تحسها مجنونه شويه، لان العربيات اللي انت يعني هتعمل لها ريفيو دي او الفكره بالنسبه لها مجنونه لما تبقى العربيه دي هي اسرع عربيه طلعت على الصفحه بتاعتك لحد دلوقتي، فالفكره فعلا مجنونه. النانو 11 تارجا 4S 992 هي عربيه بدات من الستينات، بالتحديد في 1967 لما قواعد الامان في امريكا قررت ان هي تمنع دخول لامريكا اي عربيه كونفرتبل. فساعتها بقى قررت بورشه ان هي تعمل حل عبقري من النان 11، ان هي تعمل لك عربيه لا هي كوبيه ولا هي كونفرتبل، هي من الاخر تارجا. النهارده واحنا في 2025 في عربيات كتير قوي ابتدت انها تختفي، وفي عربيات تانية بتظهر. يعني العصر اللي احنا شايفينه ده يعني عربيات الكهرباء ابتدت تظهر كتير قوي، عربيات السيدان الرياضيه ابتدت تختفي كتير قوي، بس العربيه دي تحسها ثابته، تحسها على ارض كده، مش هتتحرك مهما الزمن مشي، العربيه دي موجوده معانا. والغريب بقى ان العربيه دي مش معموله عشان تكون الاسرع ولا الاخف ولا الاكتر جنون. بورشه عندها كل الحاجات دي، عندها كل عربيه بتمثل حاجه معينه. العربيه دي معموله علشان تكون ايقونه، عربيه عشان تكون مميزه فعلا. يعني ما تحسش ان العربيه معموله علشان بيرفورمانس او لا، هي فيها يعني فعليا هي فيها كل الحاجات دي، بس انت ما تحسش ان هي معموله عشان كده. العربيه دي معموله عشان تكون حاجه فريده من نوعها كده، حاجه ايقونه فعلا، يعني تحسسك انك سايق حاجه ليها تاريخ كبير فعلا. التارجا بتنزل بنفس البلاتفورم اللي بتنزل على كل العربيات النان 11، يعني هو فعلا كل عربيات النان 11 بتنزل بنفس البلاتفورم، بس كل عربيه تحس ليها حته معينه. يعني عندك مثلا الجي تي 3 ار اس والجي تي 3 العاديه، تمام؟ العربيتين دول بينزلوا اكيد بنفس البلاتفورم، بنفس الديزاين العام، بس تحس ان كل عربيه فيها تاتشايه كده، تحس كل واحده ليها روح مختلفه عن الثانيه. عندك مثلا الكاريرا تحس ليها روح مختلفه عن مثلا الجي تي 3 ار اس، مع ان الاثنين تحسهم مبنيين على نفس القاعده، على نفس كل حاجه، بس كل حاجه ليها مختلفه. وكذلك التارجا اللي معانا النهارده هي مبنيه على بنفس البلاتفورم بتاعت عربيات ال 911 كلها، بس تحس ليها روح، تحس ليها حاجه غيرهم، يعني تحس ان كل حاجه معموله عشان العربيه دي فعلا تبقى فريده من نوعها. ديزاين العربيه بقى بشكل عام، اول حاجه عندك الهيد لايتس اللي بتنزل ماتريكس ال اي دي، وبتنزل برده فيها تقنيه البي دي ال اس بلس اللي هي بورش دايناميك لايت سيستم بلس. التقنيه دي معموله علشان تعدل زاويه الاضاءه حسب سرعه العربيه واتجاه الستيرنج ويل معاك. وعندك برده فيها داي تايم راننج لايتس في الفوانيس دي. فتحات التهويه اللي تحت في العربيه او الفرونت اير انتيكس، الحته دي كلها طبعا الفتحات دي كلها مش فيك خالص، يعني العربيات زي دي ما بيبقاش الموضوع مفيش اي حاجه فيك هنا اصلا، يعني الفتحات دي كلها حقيقيه 100% طبعا. الفتحات دي بتقفل وبتفتح وقت ما العربيه بتحتاج مثلا انها تهوي على الكاليبرز، يعني اول ما العربيه بتحتاج ان هي تهويه فالفتحات دي بتهوي. وطبعا غطا الشنطه هنا تحس فيه يعني كسرات كده، خطين نازلين، شكلهم عام، شكله يعني حلو قوي طبعا يعني مش هنقدر نتكلم فيه. المستوى بتاع الكابوت بشكل عام هو نازل شويه على الفوانيس، يعني تحس المستوى بتاعه اقل منهم كده، وده بيدي العربيه احساس اعرض شويه. زي ما سمعت في الاول انا قلت غطا الشنطه ما قلتش الكابوت، لان زي ما احنا عارفين ان الموتور بتاع العربيه ورا. الشنطه بقى بتاعت العربيه اللي هنا مساحتها 132 لتر تقريبا، ده طبعا رقم كويس. هتقولي ليه رقم كويس؟ لان انت لو معاك عربيه زي دي انت مش هتحتاج اصلا فين اهي، انت مش هتحتاج اصلا فكره المساحات او الكلام ده كله، يعني هي المساحات كويسه. يعني انت اما يكون معاك عربيه زي دي، عربيه متصنفه اصلا انها عربيه سبورت، فلما تتكلم عن التارجا الفور اس اللي معانا مثلا النهارده، فانت اكيد مش هتهتم بفكره المساحات لو العربيه دي معاك. لما نيجي بقى نتكلم عن الجزء اللي اصلا اسس فكره التارجا، اللي خلى ان في العربيه دي موجوده معانا، وهو الجزء الايقوني التاريخي اللي عمل العربيه دي، التارجا روف. الروف بتاع العربيه اللي هي معموله بالديزاين الممتاز ده، المعمول بالجزء التحفه اللي انتوا شايفينه ده، الجزء اللي بيجي قماش بالكامل لونه اسود او فضي على حسب اختيارك. طبعا يعني ملحوظه، بورشه من الشركات اللي بتخليك انك تعمل العربيه بتاعتك او تختارها من الوكيل مسمار فعليا، فانت بتختار كل حاجه. السقف هنا بيفتح في 19 ثانيه وبيقفل برده في نفس الزمن ده. لكن بقى الفكره هنا ان العربيه دي مش زي العربيات الكونفرتبل العاديه. يعني ايه؟ يعني السقف ده، يعني العربيات الكونفرتبل العاديه ممكن انك تفتح السقف او تقفله وانت ماشي بالعربيه على سرعه قليله،
50 40 يعني على حسب سرعه كل عربيه، على حسب طبعا اللي الشركه حطاه. فالعربيه دي انت ما ينفعش تعمل كده خالص، انت لازم عشان تفتح السقف او تقفله لازم تكون العربيه كامله واقفه، مش يعني حتى مش بتتحرك على سرعه بسيطه، لا لازم تكون العربيه واقفه. طبعا هنا الجزء ده اللي بينزل لونه فضي شكله تحفه قوي 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 بجد. يعني الجيرون بقى بتاعت العربيه دي اللي بتنزل بريمس 20 انش امامي، 200 وكام فين 245 على 35 امامي، وخلفي 305 طبعا خلفي كاوتش اكبر بكتير يعني، 305 على 30 ريمس 21 خلفي و20 امامي. طبعا الديزاين من جنب بتاع العربيه هو ديزاين ال 911 الكونفرتبل العاديه، بس ناهيك طبعا عن الحته دي اللي هي معموله للتارجا. طبعا تحت شريط حمراء كبيره، هي مش شريط، هي من ضمن لا شريط يعني لازقه كده، مكتوب 911 تارجا 4 اس اسم العربيه. لما نيجي بقى نتكلم عن الجزء الخلفي بتاع العربيه، عندك هنا اللايت بار الكبير اللي واخد عرض العربيه اللي شكله تحفه قوي. اللايت بار ده هو يعني موجود في الجيل الجديد للعربيه اللي هو ال 992، بس ده مش اول مره اللايت بار ده يظهر. اللايت بار ده كان موجود في الاجيال الاولى لل 911، وبورشا يعني خلاص يعني اختفى خالص من الوجود يعني في الستينات في الاجيال الاولى خالص لل 911 عموما، ورجع تاني في بعض النسخ من ال 991.2 في النسخ الدفع الرباعي بس تقريبا اللي هي الويل درايف. بس بورشا بقى عممته على كل عربياتها من اول الجيل الاخير خالص اللي هو ال 992، وطبعا مكتوب بورشا تحت اللايت بار، وهنا تارجا 4 اس. والسبويلر ده اكتف، بيتحرك معاك عن سرعه 90 كم في الساعه، بيبتدي ان هو يفتح لوحده. طبعا هو بيقفل عن سرعه 60 كم في الساعه. طبعا الاكزوست 4 فتحات اكزوست. العربيه دي بينزل منها اختيارين للاكزوست، عندك الستاندرد اكزوست اللي هو متركب في العربيه دي اللي هو بيبقى 4 فتحات زي ما انت شايف. الستاندرد اكزوست صوته بيبقى مش اقوى حاجه، او صوته بيبقى قوي جدا وحلو جدا، بس بالنسبه لعربيه ال 911 صوته بيبقى مش اقوى حاجه بالنسبه ل يعني، او لو هتقارنه بالسبورت اكزوست سيستم. السبورت اكزوست سيستم بقى بينزل فتحتين بس مش 4. هسمعكم صوته في ثانيه، اسمع صوته مع بعض. سامعين الصوت ما شاء الله؟ اسمع طبعا بقى نجرب فتحة السقف اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي. هي هتقفل في زمن 19 سنه زي ما انا قلت لكم بالكامل، وبتفتح برده بنفس الزمن ده. وبرده زي ما قلت لكم ان انت ما ينفعش ان انت تحاول تفتحها او تقفلها وانت ماشي على سرعه زي ما انتم شايفين. طبعا معموله بشكل عبقري قوي، بص مظبوطه بشكل يعني تحفه. بس هي كده اتعملت خلاص. تعمل منظار من هنا هوريه لكم لما نيجي نتكلم عن جزء الانتيريور بتاع العربيه. لما نيجي بقى نتكلم عن الجزء المفضل ليا ولاي حد، وخصوصا في الريفيو بتاع النهارده، هو البرفورمانس. تحت الازاز الكبير ده في الموتور تحت. العربيات دي بينزل فيها الموتور خلفي مش وسطي. الموتور بتاع العربيه دي بينزل فلات 6 بوكسر 3.0 لتر توين تيربو، بيخرج تقريبا 450 هورس باور و530 نيوتن متر اوف تورك. متوصلين طبعا على الجير بوكس الشهير بتاع ال 911 او بتاع بورشه بشكل عام، هو البي دي كي ال8 سرعات الدبل كلتش، وبتاكسلريشن العربيه دي من 0 ل 100 في 3.6 سكندز، مع طبعا حزمه الكرونو باكج. وبتوصل توب سبيد 304 303، يعني هي في الحته دي في 300 كيلومتر في الساعه تقريبا. قبل ما نتكلم عن الانتيريور بتاع العربيه بالتفصيل، محتاج اعرفك ان العربيه طبعا ليها انظمه اداء وتحكم وكل حاجه، انظمه مساعده للسائق، فمحتاج اعرفهم لك في البدايه، بس مش هعرفهم لك كلهم لان هم كتير يعني كتير جدا، تمام؟ فهحاول اقول لك اهم الحاجات اللي موجوده كده. اول حاجه عندك بورشه تراكشن مانجمنت. النظام ده هو بيستخدم
التحكم بتاع العربيه، او بيوزع التحكم على العجلات الاربعه علشان يكون في ثبات افضل للعربيه. والنظام الثاني بقى هو بورشه تورك فيكتورينج بلس. النظام ده اللي هو قلت لك النظام الاولاني ان هو بيستخدم العزم العجلات الاربعه. النظام ده بقى اللي انا لسه عليه دلوقتي اللي هو بيستخدم او بيوزع الثبات بتاع العربيه على العجلتين اللي ورا، تمام، عشان العربيه يعني بص تكون ماسكه على الارض باقوى حاجه. ثالث حاجه بقى وهو اكتيف سسبنشن مانجمنت. النظام ده بقى هو بيتحكم في السسبنشن بتاع العربيه، بيعدل القساوه بتاعته او يبقى مرن معاك على حسب الدرايفنج مود اللي انت عليها. حته بقى الانتيرير التحفه بتاع 911 الترجه ال4 اس ال 992. اول ما تقعد في العربيه دي انت الاحساس العام بالفخامه، الاحساس العام باللاكجري، حاسس ان انت قاعد في عربيه بيرفورمانس، وده طبعا حقيقي. حاسس ان كل حاجه قريبه منك، يعني بص احساس مش هقدر اوصفه لك غير لما انت تجربه بجد حقيقي. طبعا الانتيرير مش هقدر اقول لك الانتيرير تحفه قد ايه. التابلو بتاع العربيه الديزاين بتاعه بسيط، الديزاين بتاع ال 911 المعتاد او اللي احنا عارفينه يعني. طبعا الخامات فيها جلد، مساحات التخزين يعني نوعا ما كويسه، وطبعا هي مش كويسه، هي حلوه جدا بالنسبه ان انت قاعد في عربيه مش هتبقى همك فيها حته مساحات التخزين. عندك يو اس بي، لا مساحات تخزين كويسه يا جماعه، كويسه جدا بالنسبه ان العربيه زي ما انا قلت لك ان انت مش هتحتاج فكره المساحات او الكلام ده كله، انت قاعد في عربيه سبورت يعني، فالحاجات دي كلها مش مهمه. الستيرنج ويل لما تيجي تتكلم عنها، طبعا الستيرنج ويل بالكامل جلد متطرزه تطريز تحفه، شكلها حلو قوي. طبعا الستيرنج ويل بتاعت بورشه عندك تحت طالع منها الثلاث دروع، طبعا الترا مالتي، وعندك بادل شيفترز شكلها الومنيوم وحجمهم صغير مش كبير، ودي يعني ممكن تكون عيب بالنسبه للناس، وممكن بالنسبه للناس تانية شايفه ان هي ميزه. انا بصراحه شايف ان هي ميزه، يعني شكلها حلو، ولا كبيره ولا صغيره، يعني شكلها في النص كده يعني كويس. طبعا الحته دي بقى عندك هنا الجير بوكس اللي تحس ان هو جير بوكس شكله صغنن قوي يعني قوي، بس شكله حلو بصراحه يعني. تحسه مفتاح كهرباء كده طالع ما تفهمش، بس هو شكله حلو قوي. الشاشه بتاعت العربيه الاساسيه اللي بتنزل 10.1 انش، اللي بتنزل طبعا ابل كار بلاي واندرويد اوتو. بتنزل بنظام بورشه كوميونيكيشن مانجمنت، طبعا نظام سلس جدا. هنجرب الشاشه كمان شويه وهنشوف الكلام ده كله. وعندك هنا الشاشه الاساسيه بتاعه السواق، عندك عداد الار بي ام، وعندك شاشتين في النص، وكل حاجه انت محتاجها هتلاقيها موجوده في الشاشه دي. العربيه بتنزل بساوند سيستم من بوز ب 12 سماعه، ده اختيار. ممكن انت تختار ان ساوند سيستم من بريمستر ب 13 سماعه، طبعا الاثنين احسن من بعض يعني. والكراسي بتاعت العربيه اللي بتنزل فيها دعامات جانبيه علشان يعني تمسكك في الملفات او الكلام ده كله، كراسي كويسه قوي. طبعا كل حاجه بتنزل فيها تسخين تبريد. وفي صف تاني ورا، بس الصف ده يعني هو يكاد يكون ما يعتبرش صف اصلا، يعني هو يعني ياخد اطفال بالعافيه فعليا، او ممكن هو معمول عشان انت تحط فيه شنط مثلا لو انت شوبينج او حاجه، الكلام ده كله. وقلت لكم طبعا ان احنا هنتكلم عن الشاشه دلوقتي. ندور العربيه ان شاء الله يا جماعه، صوتها مرعب. طبعا الشاشه بتبتدي زي ما انتم شايفين بشعار بورشه، صوت العربيه صوتها عالي قوي ان شاء الله يعني. عندك هنا زي ما قلت لك الشاشات الاربعه، كل شاشه فيهم طبعا معموله علشان توريك حاجه معينه. طبعا في النص شاشه الار بي ام تحت الكيلومتر، كل شاشه فيهم معموله علشان توريك كل حاجه. الشاشه هنا اللي قلت لك انها بتنزل بنظام بورشه كوميونيكيشن مانجمنت، الشاشه اهي. طبعا الشاشه سلسه جدا، نافيجيشن، ميديا، فون، كار، ساوند، سيتنجز، كل حاجه فيها سلسه جدا ما شاء الله يعني. طبعا انت يعني مش محتاج، انت قاعد في تارجه يعني مش محتاجين نتكلم. فون، اوكي، كار. هنا مع الدرايفنج مودز عندك الوايت والنورمال والسبورت. طبعا تقدر تتحكم هنا في السبويلر، ممكن تتحكم فيه من هنا، و الستارت ستوب كنترول. طيب الدرايفنج مود عندك وضع الويت هنا او الويت مود يعني، ده خاص بالطرق المبلله شويه، او بيعدل استجابه الموتور معاك او الانجن والجير بوكس علشان يقللوا انزلاق العربيه او يعني مش عارف بيقولوها ازاي، العربيه بتتزحلق معاك او حاجه كده، فهو معمول للطرق دي. وعندك النورمال وهي القياده العاديه خالص، وعندك السبورت مود وهي استجابه اسرع للدواسات البنزين، استجابه اسرع للاكزوست، استجابه اسرع للبادل شيفترز، لكل حاجه.
واخيرا الريفيو الوحيد اللي انا ما كنتش عايزه يخلص، البورشه 911 تارجا 4 اس ال 992. هي مش مجرد عربيه عاديه، عربيه لا هي كوب ولا هي كونفرتبل، هي حاجه في النص، وهي مش حاجه في النص، هي حاجه واحده، هي تارجا. عربيه فعلا هتديك احساس انك راكب حاجه مميزه، حاجه فعلا ليها تاريخ، حاجه مش بتتكرر كتير، لان هي ببساطه بورشه 911 تارجا 4 اس 992.